هو شهر كامل من غير فيديوهات، بس الشهر ما ضاعش على الفاضي يعني. ففي خلال الشهر ده بقى جربت ادوات كتير بالذكاء الاصطناعي، تقريبا دخلت في ال 200 وال 300 اداه. فجاي لك بقى بالخلاصه كده، والادوات اللي انا جايبها لك ده هتعمل مكانك حاجات كتير وهتسهل عليك حاجات كتير برضه. فعشان ما نطولش كتير يلا بينا على الفيديو على طول. مين فينا ما استخدمش او ما يعرفش بيكس ارت؟ تقريبا هو بينافس فوتوشوب بس على الموبايل، بس مش ده موضوعنا. فبيكس ارت هو كمان بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات كتير. فعندك مثلا اداه الاي اي ريبليس، انك تعلم على اي حاجه في الصوره اللي معاك وتقول له عايز تبدلها بايه، وهيبدا ان هو يبدلها لك بشكل واقعي كده شويه، وهتحس ان الحاجه اللي اتبدلت اكنها حقيقيه تبع الصوره بتاعتك. وكمان اي اي اكسباند، فممكن يخلي لك اي صوره باي مقاس انت عايزه. فوليكن مثلا صوره زي كده عايز تستخدمها بمقاس الصوره المصغره بتاعت اليوتيوب، فهيبدا ان هو يملى لك الفراغ بالشكل ده كده، فكأنك واقف في شباك مثلا. فحلوه برضو بستخدمها كتير. في حاجات تانية بقى مدفوعه، زي انك تعلي كواليتي الصوره، بس يعني بدل ما تدفع والكلام ده كله، فكان في حوار كده كنت بعمله زمان، فممكن تشد دي كده وتخليها بالشكل ده وتاخد سكرين شوت وتبقى تقص الحته اللي فوق دي، ولا تدفع ولا بتاع. وفي برضو ادوات كتير اتطورت بقى في بيكس ارت وبقت بتستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل اساسي يعني. فده بيكس ارت، بس في حاجه ناقصاها، وممكن يعدل لك اي حاجه في الصوره ويغيرها لك بالذكاء الاصطناعي، بس ما عندوش حته ان هو يتخيل لك صوره كامله بالذكاء الاصطناعي. وده هتلاقيه في الموقع الثاني في فيديو النهارده، وهو ستيبل ديفيوجن. فبالموقع ده تقدر توصف له اي صوره عايزها في دماغك، وهو هيبدا يطلعها لك بدماغه هو بقى. فمثلا انا هقول له صوره بالشكل ده كده، وتختار كمان ستايل الصوره اللي انت عايزه، وليكن مثلا شكل سينمائي ولا كرتون، ولا انت عايزه ايه بالظبط. انا عايزه سينمائي مثلا، وهسيب الصوره بالمقاس ده كده واقول له جنريت، وفي الاخر طلع لك الصوره بالشكل الجامد ده كده، فتحسها صوره مرسومه حقيقي. وحتى لو اخترت مود تاني للصوره، وليكن مثلا المود ده، فهيطلعها لك بشكل تاني مختلف عشان تناسب الحاجه اللي انت عايزها فيها. وليك تقريبا 10 محاولات بس مجانيه، فخلي بالك بقى. نفس الفكره بقى لو انت عايز تعملها مع فيديو، بحيث انك تطلع فيديو مثلا من الكلام اللي انت تكتبه بس. فاوبن اي اي اللي عملت شات جي بي تي نشرت اداه جديده، هي لسه مش نزلت رسمي بس هتنزل يعني قريب، وهي صوره حاجه كده يعني. الاداه دي بقى تعمل لك فيديوهات على حسب الحاجه اللي انت تكتبها لها وبالذكاء الاصطناعي. بس الفيديوهات اللي انت هتشوفها هتقول ان هي متصوره بكاميرا حقيقيه، يعني لا يمكن يبقى الاي اي هو اللي عاملها. دي بصراحه حاجه مرعبه وحاجه جديده يعني، وحاجه حلوه قوي بصراحه. فاحنا منتظرين الاداه على ما تنزل. بس على ما تنزل فانت ممكن تستخدم موقع اسمه راناوي، كنا اتكلمنا عنه في الجزء الاول من الفيديو ده. فلو ما شفتش الجزء الاول هسيب لك اللينك في اول كومنت، وكمان هسيب لك لينك الانستجرام في اول كومنت برضو، عشان هناك بنعمل محتوى جامد ولازم تشوفه. اهم بقى طالما وقفنا شويه هنا، فانك تكون عملت اشتراك في القناه. فخلاص احنا فاضل على ال 10000 حبه ارقام صغيره كده. فما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو طبعا، وتشير الفيديو بقى في كل مكان عندك. وليك عليا يا عم ان كل اسبوع ان شاء الله في فيديو جديد هينزل يوم الجمعه، وهنرجع للفيديوهات الطويله تاني ان شاء الله يعني. فبس تعال نكمل بقى. قلنا ان اوبن اي اي هتنزل اداه جديده، وكمان جوجل نزلت اداه جديده في الذكاء الاصطناعي وهي جيميني. او مش هنقدر نقول عليها ان هي اداه جديده ولا حاجه، هي كانت عباره عن جوجل بارد اللي كنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، بس بقى مطور ويعمل لك حاجات اكتر من اللي كان بيعملها قبل كده. فتقدر تساله على اي حاجه في الشات، او تطلب منه اي حاجه في شغلك وهيعمله لك، وكمان هيجاوب بالعربي وبشكل منظم، وكله مجاني من غير ما تدفع اي حاجه. بس الغريب بقى ان جيميني ده كان بيدعم ان هو يطلع لك صور بالذكاء الاصطناعي، وجوجل راحت قايله ان الميزه دي وقفوها خلاص ومش عارفين هيرجعوها امتى تاني. فاحنا لسه مش عارفين هيرجعوها امتى، وادينا مستنيين اهو. المهم عشان تستخدم جيميني ده، فاسهل طريقه هي انك تفتح تطبيق جوجل، سواء كنت على الايفون بقى او الاندرويد عادي، وتيجي على علامه جوجل بارد اللي فوق دي، او اللي هو دلوقتي بقى جيميني خلاص. فتقدر بقى تشات هنا مع جيميني وتطلب منه اللي انت عايزه عادي خالص. فدي اسهل طريقه. ولو ما لقيتهاش لسه موجوده عندك، فممكن تبقى تحدث مثلا ابلكيشن جوجل ده، او حتى ممكن تبقى تخش تستخدم الموقع على طول عادي. في حاجه بقى بصراحه انا ملاحظها الفتره اللي فاتت، وهي ان الناس بقت بتسمع اغاني من غير المزيكا. انا ما اعرفش بصراحه ايه ده، المهم ان هم بيقولوا انه كده مش حرام يعني. والاغرب ان بقيت بلاقي ناس بتسمع عصام صاصا بنفس الطريقه. فصباح الفل يعني. انت لو عايز تقسم اي اغنيه عندك بالطريقه دي، بحيث انك تاخد المزيكا لوحدها وصوت المغني لوحده وصوت الطبله في حته ثانيه، وتسمع عصام صاصا بقى وما يكونش حرام، فده هتعمله بموقع موزيس او موزيس حاجه كده تقريبا. المهم يعني هتسجل فيه وهترفع له الاغنيه اللي انت عايز تعمل فيها كده، وليكن مثلا اغنيه ما تتعوضش لعمرو دياب. فانا بصراحه عايز اسمع صوت عمرو دياب بس هنا، عشان الاغنيه دي جامده بصراحه يعني. فهترفع له الاغنيه وهتختار انهي نوع فصل من دول. فاختار الاولاني كله بيستخدمها تقريبا، ويسيب له وقته شويه، وهيطلع لك كل حاجه لوحدها، المزيكا لوحدها وصوت عمرو دياب لوحده، وكل حاجه مفصوله بالشكل ده كده. وتقدر تحملها كمان وتحتفظ بيها عندك من كلمه اكسبورت اللي فوق دي. بعترف ان انت ما تتعوضش بحد، يا سلام على العظمه. واللي انا حسيته معاك كان حب بجد. قول يا هضبه قول. وقابلت كتير وعرفت ناس بعديك. لا انا افصل الاغنيه واروح اسمعها بقى 200 300 مره كده وارجع لك تاني. المهم اوعى تعمل الحوار ده مع اغاني عصام صاصا، عشان من يوم ما شفت الحوار ده انا تعبان نفسيا والله.
لو بتكتب انجليزي وعايز تعرف بقى انت كاتب الجرامر صح ولا غلط، فلازم تستخدم الموقع ده وورد تون. فكل فكرته بتبدا تكتب له الحاجه اللي انت عايز تعرف انت كاتبها صح ولا لا، وهو بيبدا يجيب لك الغلطات اللي في الكلام ده. وكمان لو هتستخدمها على البي سي خصوصا كروم يعني، فتقدر تضيف الاكستنشن بتاعتها على كروم بدل ما تخش على الموقع يعني في كل مره تعوز تستخدمه فيه. فبقى ضيف الاكستنشن بتاعته، وهو هيبدا لو كتبت في اي مكان انجليزي هيبدا يقول لك كلامك ده صح ولا غلط. وكمان انت ممكن بالاداه دي تختار صيغه الكلام اللي هتكتب بيه الموضوع ده. يعني مثلا لو هتبعت كلام لصاحبك فمش نفس الطريقه اللي انت تبعتها بيها لمديرك، فهو بقى يقدر يحدد لك الطريقه اللي انت هتبعت بيها الكلام ده لكل حد. فهتحتاج تغير صيغه الكلام لفورمال شويه او حاجه رسميه يعني. فمن الاخر لو شغال اونلاين او حتى بتتعلم انجليزي او حتى طالب في ثانوي، فالموقع ده هيفيدك يعني. حاجه تانية في الكتابه، في ناس لما بتشوفني بستخدم كيبورد جوجل على الايفون بتستغرب، بس انا متعود على اماكن الحروف في كيبورد جوجل دي. وغير المميزات الكتير اللي هتلاقيها في كيبورد جوجل زي الترجمه وكليب بورد بستخدمها كتير، بس كيبورد جوجل ناقصه حاجه، وهو ان هو مش مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وده يخليني اغير لكيبورد احسن يكون مدعوم كمان بالذكاء الاصطناعي، وهو كيبورد مايكروسوفت. فهو كيبورد عادي خالص، بس بمجرد ما تضغط على علامه كوبايلوت اللي فوق دي هيبدا ان هو ينقلك لكوبايلوت، وتقدر بقى تتكلم مع الذكاء الاصطناعي المدعوم بشات جي بي تي 4 كمان. وكمان برضه في الكيبورد دي فتقدر تغير في تون الكلام او صيغه الكلام. وفي بقى الحاجات التانية الكتير اللي موجوده في كيبورد جوجل موجوده كلها هنا عادي. معلش وانا بس في الاول كده عملت لك انترو للفيديو، يعني مثلا قلت لك 10 اي اي تولز تقدر تستخدمهم، تقريبا ما عملتلكش، بس انت تقدر تعمل انترو شبه كده من غير اي فيديو اديتنج، وده كله من موقع واحد وهو تايب فريمز. فتقدر بالموقع ده تكتب له اي كلام وهيحوله لك لفيديو. فدي واجهه الموقع، تقدر تعمل هنا فيديوز لاي منصه وليكن يوتيوب، تيك توك، اي حاجه من دول. المهم تحت هنا بتكتب الكلام اللي انت عايز تعمل له فيديو، وتختار كمان الوان الكلام والوان الفيديو عشان الهويه البصريه بتاعته. وممكن تختار كمان صوت من دول، بس بلاش دلوقتي عشان الكوبي رايتس. بس انا لو هتنزل فيديو قصير على تيك توك يوتيوب ولا حاجه فبختار صوت عشان تمشي الكلام مع الصوت يعني، وتقول له جنريت في الاخر هيوديك للصفحه دي عشان تقدر تعدل بقى من هنا حاجات اكتر في الفيديو بتاعك. المهم بعد ما تخلص التعديلات اللي انت عايزها كلها هتقول له اكسبورت، وتختار الجوده اللي انت عايز تنزل بيها الفيديو ده، وهيطلع لك فيديو شبه كده في الاخر، وحرفيا في ثواني. بص الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل حاجات كتير دلوقتي، وانا كنت حذرت في فيديو قبل كده انه بيعمل حاجات وحشه كتير، واكتر حاجه اكيد وحشه زي كده ان هو يحط لك وش حد مكان حد تاني. فيعني بدل ما كنت بتقعد تعملها ساعات بالفوتوشوب، لا بقت في ثواني حرفيا تحط وش اي حد مكان اي بني ادم تاني. انا هوريك الموقع وهوريك النتيجه ازاي طالعه واقعيه عشان بس تصدق ان في حاجه معموله زي كده، عشان برضه تخلي بالك وتعرف ان الحاجات دي بقت بتحصل بضغطه واحده. وده مش معناه انك تخاف، بس مش اي حاجه تشوفها تصدقها على طول يعني. فالموقع ده بعد ما تسجل فيه تقدر تحط له صورتي مثلا هنا، وهياخد وقت شويه على ما يحدد وشي، وبعدين هيقول لك عايز تبدل الوش ده بوش مين. فوليكن مثلا اللاعب ده بيقولوا عليه مشهور كده. المهم هاخد صورته والنتيجه هتطلع كده. مش افضل حاجه عشان الصورتين مش مظبوطين بالظبط مع نفس الاتجاه التصوير والكلام ده كله، بس يعني في شبه كبير، انت فاهم الفكره. فبس يا عم ده كده الجزء الثاني من فيديو مواقع في الذكاء الاصطناعي، او زي ما انا بسميها الذكاء الاصطناعي عاش حياتي. الجزء الاول والثاني انت كده بقى معاك شويه ادوات بالذكاء الاصطناعي بصراحه بتعمل مكانك حاجات كتير قوي يعني، وانصحك تجربهم كلهم. المهم بقى ان ممكن يبقى في جزء ثالث، ما انا بقول لك اكتر من 200 و300 اداه بصراحه يعني. عايزك بقى تشير الفيديو ده في كل مكان، وما تنساش كمان الاشتراك هنا في القناه ولايك للفيديو، وكمان فولو على الانستجرام عشان بعمل هناك محتوى حلو وهيعجبك. بس كده اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.